يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم الأول إن شاء الله من المسير من مدينة قم إلى مكان المبيت. مثل ما قاعد تشوفون الزوار حاليا جاي يجهزون إلى الخروج. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو يعني نوعا ما بارد، درجة الحرارة 1%، وانتم متوقعون هذا الجو شلون بارد يمنا هنا. اليوم الأول إن شاء الله أن من المسير من مدينة قم إلى الأعلى إلى مشهد الرضا صلوات الله عليه. هذا المسير راح يطول تقريبا ما يقارب 17 يوم إلى 16 يوم، لكن تشوفون هذا الطريق فيه تعب وفيه معاناة، لكن هذا كل المولاي علي بن موسى الرضا هو شيء قليل نجازي به أهل البيت ال 12 المعصومين الذي أبدوا بأرواحهم من أجل أن يقيموا هذا الدين. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم. إلا احنا بصوت واحد: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. علي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحابه. عمي هذا هو المكان الحسين اللي راح يستقر فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاليا هنا راح نستقر في هذا المكان اللي هو مثل ما تقولون إمام زاده. هنا الزوار جاي يتهيئون. هذه مقبرة. السلام على شمس الشموس وأنيس النفوس علي بن موسى الرضا من أرض إيران. مثل ما قاعد تشوفون هذه المشاهد وهذا الجو الجميل، متجهين إن شاء الله
في هذه الأيام المباركة صاب مولاي علي بن موسى الرضا قاصدين له بمعرفته وبمقداره عند الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسهل لنا طريقنا وأن نرجع إلى أهلنا سالمين غانمين بحق مولاي أبا عبد الله الحسين. استراحة الظهيرة هنا راح تكون بهذه الحسينية مثل ما قاعد تشوفون، اللي تبعد مسافة عن قم ما يقارب، يعني هنا المسافات ما أعرف بصراحة إلا على الGPS، وهذه المنطقة بالخصوص ما بها انترنت لأن شبكة ضعيفة، لكن هذه الحسينية اللي راح نستقر بها الظهر منتظرين على ما تنفتح، الزوار متانين بالباب. يلا اللهم صل على محمد وآل محمد. حاليا بعد ما كملنا استراحة الظهر قررنا نبات نفسية المكان هذا، يعني لأن قدامنا قطعة كبيرة فقررنا هنا نبات بهذا المكان اللي هي إمام زاده من سياراتكم يا الظهر، وإن شاء الله هنا اليوم راح يكون مبيتنا بهذه المكان. هذه المقبرة مثل ما قاعد تشوفون، وهذا الإمام زاده، وإن شاء الله راح أراكم أجواء العشاء هنا شلون راح تصير واجواء الخدمه، واذا نقفل الفيديو حتى نصور لكم فيديو ثاني باكر ان شاء الله. اريد تفاعلكم بالقناه. من ضمن الفقرات اللي نسويها بطريق الامام الرضا صلوات الله عليه فقرات زياره عاشوراء، انه بعد صلاه المغرب والعشاء تتوجه الزوار نحو ابي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ونزور زياره عاشوراء باكمله، لان لولا ابي عبد الله الحسين ما نسلك هذا الطريق. خلونا نروح لذيك الحسيني. زيارة نيابة عن مولاي صاحب الزمان، عن مولاتي الغريب زينب، وقربة وتقربا إلى وجه الله تعالى. عادة إفادة فكل إحنا نستفاد. شوف أنا اليوم هاي زيارتنا للإمام الرضا هي خلينا نجعلها زيارة ونجعلها مدرسة تعلم. شوف هسه إحنا راح تروحون انتم، أنا سامح هذا الحكي وياي، جوز انتم هم سامعينه. نتروح للإمام الرضا وتجي واحد يسألك يقول لك شو استفادت؟ يلا والله شو استفادت؟ رايح لك شهرين ما أعرف إيش قد وبرد وحار وكذا، الاستفادة شنو؟ من ترجع لا لازم تحاكي تقول له كانت عنده أخطاء، تعلمت شلون توظف، تعلم شنو صلاة الجماعة، كنت ما صلوا وصليت، كنت تكذب وبطلت تكذب، كنت استغاب وبطلت الاستغابة. طريق الإمام الرضا خلينا نجعله مدرسة، ما نجعله فقط زيارة. إذا جعلناه فقط زيارة نرجع بدون استفادة، لا خلينا بعد خلينا نروح للإمام الرضا نرجع. ذاك اليوم سمعت الحكاية ما أعرف يمكن من حج باسم، يقول هذا الزاير أول ما يروح إلى شغلتين، لو يروح ويرجع شيخ بهجت، لو يروح يرجع الشمر أول زيارة إليه. فإحنا نغتنم الفرص، هذه الفرص ونجعلها تكون كلها رحلة إلى الله. سامع هذا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هسه مو بالموت، لا هسه إحنا مشينا جاي نرجع لله، نرجع لله بالعمل الصالح، جاي نتقرب إلى الله بالعمل الصالح. موفقين ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.